مساء الخير صديقي، ايه الاخبار؟ تعالى النهارده نتكلم عن السن اللي كلنا عايشين فيه، السن اللي الكل بيقول عليه انه امتع سن في خلال رحله العمر كله. بس دايما بيقولوا لك ان الكنز الحقيقي في الرحله دي اللي بتبقى مبني عليها مستقبلك كله. بس متعه الرحله الحقيقيه اللي بتكون بتهون 90% من الرحله هي انك انت تكون عارف بعد الرحله دي هتروح فين او توصل لايه، سواء مكان فتكون متخيل شكله في دماغك او هدف فبتسعى وراه. وطبيعي يا صاحبي ان كل رحله بيكون ليها قصه، وقصه كل واحد فينا بتبدا لما يقرب من سن ال20. قصتك يا صديقي بتبدا من اول لما تخلص ثانويه عامه وتبدا تدخل على سن الجامعه. مرحله الجامعه دي لو هنوصفها بانها مرحله شيل المسؤوليه، كلنا بنتفاجئ بيها علشان بيمر علينا خلالها مجموعه تجارب جديده اول مره ناخدها، زي مذاكره من غير دروس، زي انك انت تروح الكليه وتمشي وقت ما انت تكون عايز، بيكون اول شغل ليك، اول قبض ليك، وحتى بيكون اول حب ليك. بس بيفضل دايما هي المرحله اللي انت بتبقى دايما قلقان فيها، وبتقعد تسال نفسك اسئله زي هعمل ايه هيجي لي كليه ايه، هروح فين، مستقبلي عامل ازاي، وتنسى خالص انك في امتع مرحله من مراحل حياتك. فتعالى نعيش القصه سوا ونشوف ازاي نقدر نتعايش في سن ال20. كل واحد فينا صديقي بعد نتيجه الثانويه العامه بيكون حاطط قدامه كليه معينه. اخوك بقى اللي هو انا كنت حاطط قدامي ان انا ادخل جامعه القاهره في العموم، اي كليه بقى مش مهم، المهم ان اروح العاصمه. وعشان دايما تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، قدر يقرر انه يوديني العاصمه برضه، بس عاصمه كده من كام الف سنه، علشان نصيبي يجي في ابعد جامعه في مصر كلها، ايوه جامعه أسوان. عشان هنا يبدأ فصل جديد أو قصة جديدة من حياته ومن حياة أي حد رايح جامعة بره محافظته، علشان أول رحلة دي تكون أكتر رحلة فيها لخبطة، بحيث إن هو بيكون فيها أكتر من شعور. مكان جديد أنت رايحه فبتكون مبسوط، بس في نفس الوقت بتكون متوتر عشان مش عارف أنت داخل على إيه ولا رايح فين. وطبعا تعب علشان الرحلة نفسها وقتها فوق ال 12 ساعة. بس خلاص هنا أيقنت إن وصلت للسن اللي الكل كان بيتكلم عنه ومفيش مجال خالص للرجوع. عشان يا صديقي من لطف القدر بيا يقعد جنبي في القطر واحد شاب متجه لأسوان رايح جامعته اللي هي كانت رابعه علوم، وكانت اخر سنه ليه، وبقاله 3 سنين مقضيهم في اسوان، علشان نقعد نتكلم انا وهو، يكلمنا عن الجامعه والاغتراب وعن اسوان. وبصراحه انا ما كنتش عارف هل هو قليل في الكلام ولا هو اللي ما كانش طايق، علشان بعد ما نقعد نتناقش ونتكلم شويه مع بعض الاقيه مطلع لي كتاب ويقول لي خد اقرا الكتاب ده لغايه لما نوصل، هيفيدك جدا وهيجاوب على معظم الاسئله اللي انت بتسالها. علشان يكون اول كتاب من اصل 18 كتاب خدتهم من عمر خلال السنه اللي قضيناها سوا مع بعض هناك، وكان بالنسبه لي اكتر من اخ واكتر من صديق. بس عشان ما اطولش عليك قول طول، الكتاب ده باسم متعه ان تكون في سن ال20. الكتاب ده كان بيربط ازاي انت تعرف تستمتع بسن ال20 وفي نفس الوقت تقدر تبني اساس قوي تبني عليه مستقبل كويس لقدام. بس انا مش جاي النهارده احكي لك عن الكتاب ومين كتبه وهو بيقول ايه والكلام ده، انا جاي النهارده اتكلم معاك في اهم 7 محاور الكتاب ذكرهم علشان تقدر في نفس الوقت اللي بتستمتع بيه بالسن ده انك انت تقدر تبني نفسك وتبني اساس قوي وتبني تجارب وخبرات. الكتاب ده بيتكلم معانا عن 7 محاور عشان يبدا الكتاب معانا ويتكلم عن مدى اهميه سن ال20، عشان السن ده اللي خلاله انت بتتعرف على قدراتك ومهاراتك واهدافك وطموحاتك وكمان شغف، وتبدا كمان انك تخطط وتنفذ عشان تعرف توصل للهدف ده. وانا بشوف من وجهه نظري ان اعمق جمله اتقالت عن الموضوع دوت وهي كانت للكاتب كارل يونغ، وكانت بتقول ان من لم يهتم لاكتشاف نفسه سيظل طوال حياته يبحث عنها بالخارج. بمعنى ايه؟ بمعنى يا صديقي انك انت لو معرفتش انت مين وتقدر تعمل ايه وتحقق اهدافك ازاي، هتفضل بقى حياتك كل ما تعرف شخص او تشوف شخص ناجح انت نفسك تبقى زيه هتفضل تقلده، ودي يمكن تكون اكبر غلطه ممكن اي حد يقع فيها. علشان كل واحد مننا ليه رحلته الخاصه بيه وبس، بمعنى ما تخليش حد ياثر عليك. كل واحد فينا ليه تجاربه وخبراته الخاصه بيه هو بس، عشان يبدا يتكلم عن اهميه التجارب اللي بيمر بيها الانسان وازاي هي بتغير الانسان، سواء من سفر او شغل او حتى معرفته لناس جديده او دخوله في دايرات صحاب جديده. وطبيعي منها اللي هينجح ومنها اللي هيفشل، بس لازم تتعامل مع كل تجربه سواء نجحت او فشلت ان هي تجربه كسبت منها خبره، دخلت مجال معين ولقيت ان هو لا مش مجالنا فنغير المجال ونشوف مجال تاني نقدر ان احنا نثبت نفسنا فيه. مواقف لو اتكررت هتتعامل معاها ازاي، شخصيات لو قابلتها تاني هتقدر تتصرف معاهم تصرفات عامله ازاي. عشان كل تجربه من دي يا صديقي تديك فهم لبعد معين تقدر تستفيد منه قدام. البعد ده هيفيدك جدا قدام في تطوير نفسك، وطبيعي كل ما تشتغل على نفسك وكل ما تشتغل على تطوير نفسك كل ما ده هيديك فرص لمستقبل افضل. وده اللي ينقلنا للمحور الثالث
ان هو ازاي ان انا اخطط لمستقبلي من دلوقتي. وهل اصلا الموضوع ده مهم؟ عشان نشاور هنا الكتاب على اهميه التخطيط لقدام، وازاي تقدر تحط اهداف واضحه واهداف قريبه واهداف بعيده، وكمان تقدر تشتغل عليها عشان توصل بنفسك لحياه الاستقرار. ايوه، هي حياه الاستقرار دي اللي كلنا بنسعى وراها ودايما فاكرين ان احنا عمرنا ما هنوصل لها. بس ازاي اقدر احل موضوع الخوف ده؟ يعني انا لو خططت مش هبقى خايف؟ بص، خليني اتكلم معاك بصراحه، كده كده الخوف موجود، بس الخوف ده هو اللي يمكن يكون اكتر حاجه ممكن تساعدك، عشان طول ما انت خايف طول ما انت بتتحرك اسرع وبكفاءه افضل، وكمان تقدر تكمل باداء اعلى. علشان لازم تعرف ان افعالك النهارده مترتب عليها 100% من نتائجك بكره. وفي جمله كده عجبتني بتقول لك انك لو ما خططتش لنجاحك فانت كده بتخطط لفشلك. يعني يا صديقي ما ينفعش تسيب نفسك كده وتسيب الدنيا ماشيه كده وخلاص، عشان مستحيل تفضل ثابت في مكانك. انت لو ما طلعتش لقدام فالدنيا هي اللي هتسحبك لورا. يعني لازم تحدد اهداف قريبه واهداف بعيده، وكمان لازم تشتغل على انك تحقق الاهداف دي، عشان زي ما قلت لك من شويه مستحيل تفضل ثابت في مكانك مهما كانت معاناتك. محدش هيكون مهتم بيك. على رأي دكتور ممدوح نصر الله، انت مفيش حد هيهتم بيك غير لما تكون ناجح، مفيش حد هيهتم لمعاناتك ويحب انه يسمع قصتك غير لما تكون ناجح. بس عشان تعرف تنجح لازم خطة ولازم اهداف، ولازم كمان تمشي وتستمر على الخطة اللي انت حطيتها لنفسك. طب افرض بعد ده كله وما نجحتش؟ هقول لك خلينا ما نسميهاش ما نجحتش، خلينا نسميها تجربة ناقصة حاجة. مجال دخلناه وعرفنا انه مش مجالنا فنغيره ونجرب في مجال تاني. لعلمك مقاييس النجاح مش دايما ثابته، لكل واحد فينا مقاييس نجاح خاصه بيه هو، فانت لازم تحدد مقاييس نجاحك وكمان تسعى ورا تحقيقها. المهم ما تبطلش تحاول، عشان طول ما انت بتحاول هتنجح. انت مش هتفشل غير لما توقف عن المحاوله. قرر انك تستسلم. الصفه المشتركه بين كل الناجحين مش انهم دماغهم كويسه او ظروفهم كويسه، الصفه المشتركه الوحيده بين كل الناس اللي ناجحه هي الاستمراريه. دايما خليك هادي عشان تعرف تفكر صح، علشان الانسان يا صديقي ممكن بسبب غلطه واحده يعملها بس يخسر كل حاجه، سواء فلوس او مكانه او شهره او غيرها. بس من الصعب انه يخسر عقليته اللي من خلالها عرف يوصل لكل ده، سواء من تجارب او خبرات او انتظام الى اخره. يعني تعالى نتخيل كده انهم لو جابوا واحد مليونير وجردوه من كل حاجه، هل هيعرف يرجع مليونير تاني ولا لا؟ او ليه نتخيل، هو بالفعل في سنه من السنين حبت قناه امريكيه تعمل تجربه واقعيه، جابوا واحد مليونير وجردوه من كل حاجه ونزلوه قريه صغيره جدا هو نفسه ما كانش يعرف عنها حاجه لمده 90 يوم. بس طبعا انا مش هسيبك للاخر لغايه ما اقول لك هو نجح ولا لا، انا احب اطمنك وانت تطمن صاحبك وصاحبك يطمن صاحبه. هو الحمد لله نجح وبتقدير كويس كمان، وبدل ما كانت التجربه انه ينجح في تكوين مليون دولار بس، لا هو كون اكتر من كده بكتير. بس انا مش جاي النهارده قاعد اتكلم معاك علشان احكي لك قصته واقول لك هو نجح ولا ما نجحش. انا جاي اتكلم معاك في ان واحد زي ده بعد ما تجرده من كل حاجه وتديله 100 دولار وعربيه وتليفون معلهوش جهه اتصال واحده حتى يقدر انه يتصل بيها او يستنجد بيها، اول ما ينزل القريه دي هيفكر يعمل ايه؟ صديقنا ده يا صديقي بعد ما غيروا شكله علشان ما حدش يعرفه من سكان القريه، نزل القريه واول حاجه دور عليها سكن يسكن فيه. ده طبعا شيء طبيعي، يعني لغايه هنا تمام. بس الغريبه انه تاني حاجه بدا يدور عليها، بدل ما يدور على مكان يشتغل فيه او مطعم ياكل فيه، لا ده بدا يدور على جيم. انا معاك ان الرياضه مفيده وكل حاجه، بس مش في الوقت ده، يعني علشان بعد كده نكتشف انه ما كانش بيدور على جيم علشان يعمل فورمه او الكلام ده، بالعكس ده هو كان بيدور على جيم عشان يروح يعمل علاقات من هناك. وكانت من ضمن اهدافه اليوميه انه كل يوم يعمل 10 علاقات مع ناس مختلفه، بحيث يعرف القريه دي مين فيها الغني مين فيها اللي مش غني، المشاريع اللي بتكسب فيها ايه، الناس اللي شغاله فيها وبتدخل ارباح كويسه مين، ويبدا يتعرف عليهم ويعرف قصتهم ويصاحبهم ويتعامل معاهم. عشان هنا يكون بيوضح رساله عن اهميه المعارف في حياه الانسان، وان قد ايه المعارف تقدر تنجحك في اي شيء انت داخل فيه. المعارف يا صديقي لا تقل اهميه عن الفلوس، عشان احنا لو اعتبرنا ان الفلوس راس مال اقتصادي فالمعارف بتكون راس مال اجتماعي بالمعنى الحرفي. المعارف يا صديقي هي اللي بتجيب الفلوس وغيرها من مقاييس النجاح. عشان يا صديقي بعد الرغي ده كله اقدر اقول لك ان احنا كده وصلنا لرابع المحاور معانا النهارده، وهي اهميه تكوين العلاقات والمعارف. خلينا متفقين يا صديقي ان كل معارفك ما زادت كل ما فرصك ما زادت، سواء في شغل او في تعليم او انك تنضم لمجموعات جديده وتعرف ناس جديده وغيره. فدايما العلاقات سواء خارجيه او داخليه، الخارجيه هنا اقصد بيها الناس اللي معاك في الشغل او في الكليه او في الشارع، اللي احنا نقدر نقول عليهم المعارف، والداخليه اللي هم اهلك واصحابك وقرايبك. بس خلينا متفقين ان كل واحد مننا بيكون دايما محتاج للي يشجعه ويقف في ظهره في الاوقات الصعبه، او حتى اللي بيواجهه ويصحح له مساراته في القرارات الغلط. الخلاصه يا صديقي ان مفيش حد بيقدر ينجح لوحده، بمعنى اصح ايد لوحدها ما تسقفش. فدايما حافظ على انك تعمل علاقات مع الناس كلها عشان تقدر تزود من فرصك، عشان العلاقات هي اللي تعتبر
المفتاح الاساسي لتعدد الفرص. بص انا عارف ان زمانك قاعد دلوقتي بتقول ان الكلام سهل وان اللي ايده في الميه مش زي اللي في ايده في النار. انا بقى عملت كل الكلام اللي فات ده وبرضه ما حققتش نجاح ملموس. انا عملت كل ده وفشلت برضه. اعمل ايه؟ خليني هنا يا صديقي ابدا اتكلم معاك عن المحور الخامس معانا النهارده، واللي انا بشوفه يعتبر ان ده اهم محور او اهم نقطه في السن ده عموما. الانسان في العموم بيتعرض لاخفاقات وبيعدي عليه اوقات كتير صعبه، وفي اوقات كتير منها بييأس فيها وينهار. بس بعد ما ينهار ماذا بعد؟ المفروض يعمل ايه بعد المرحله دي؟ ازاي الانسان ممكن انه يتعامل مع الفشل؟ وحته التعامل مع الفشل دي ممكن تكون اهم مهاره ممكن الانسان انه يكتسبها في الوقت ده. بس خلينا في البدايه نتفق على حاجه قلناها من شويه، وهي انك طول ما انت بتحاول مفيش حاجه اسمها فشل، في حاجه اسمها محاوله ناقصه. يعني تجربتك دي لما تيجي تبص عليها ما تقولش انا عملت كذا وكذا وكذا وبرضه ما نجحتش، لا، بص عليها من منظور تاني. بص عليها من ناحيه انا كان ناقص ايه عشان التجربه دي بالذات تنجح. لازم تتاكد ان مفيش حد بينجح من اول مره، كله لازم يحاول ويغلط ويتعلم من اخطائه دي. كل الناس اللي نجحوا وغيروا في التاريخ ما نجحوش من اول مره. حتى الكهرباء والنور والاضاءات اللي احنا قاعدين فيها ديت جت بعد محاولات كتير، ومحاولات خدت سنين مش بس شهور. وانا عارف ان ميولك ممكن تكون كرويه شويه، فانت حتى لو جيت بصيت سواء كنت بتشجع ميسي او رونالدو او حتى صلاح، ان مفيش حد فيهم من اول موسم ليه لمع وان هو قدر انه ياخد البلندور او افضل لاعب في العالم من اول موسم. فانت يا صديقي لازم تقبل بالواقع اللي انت عايش فيه. انت مش لازم تنجح على طول، لازم تعاني وتتعب ويعدي عليك اوقات مش احسن حاجه. لازم هيعدي عليك وقت وتنهار فيه، عادي انهار. في دول كبيره وبتنهار، هتيجي عليك يعني. انا عارف ان الدنيا صعبه وانها مش احسن حاجه، بس كل ده اتعلم منه عشان تقوم احسن من الاول. مفيش حد يعني اتولد بيمشي. بس بصفه عامه يا صديقي لازم تستمر. الوصفه السريه لنجاحك مش انك تكون شاطر او معاك فلوس، الوصفه السريه لنجاحك هي الاستمراريه. اي حاجه بتستمر بتنجح. يعني يا صديقي لازم نبذل مجهود، بس هل الاجتهاد لوحده كفايه؟ ودي النقطه اللي تنقلنا للمحور السادس والقبل الاخير من موضوعنا النهارده، وهي انك تستغل وقتك وطاقتك في السن ده عشان تعرف تحقق اللي انت عايزه وتستفيد اكبر استفاده من الطاقه والوقت اللي موجودين في السن ده. لازم تخطط وما تضيعش فرص. جرب كل حاجه في السن ده، سواء سفر او شغل في اكتر من مجال. تنطط براحتك في السن ده. المهم توصل لسن ال30 تبقى خلاص جربت كل حاجه. اختار انت بقى. كل اللي فات ده نتائجه هتظهر في الوقت ده، بس في وسط ضغط الحياه والجري وكل الكلام ده، سواء من ضغط شغل او كليه او غيرهم، لازم كل فتره تقف مع نفسك شويه، تشوف ايه الحاجات الصح اللي عملتها وتقدر انك تكمل عليها، وايه الحاجات الغلط اللي عملتها فلازم تغير فيها. اكيد في عادات كويسه اكتسبتها واكيد في عادات سيئه اكتسبتها، فتقدر تكمل على العادات الكويسه وتقدر تغير من العادات السيئه دي. عادات كويسه اكتسبتها وناس كويسه عرفتها، كل ده ضروري علشان تقدر تقيم نفسك وتشوف وصلت لفين من اهدافك وبتتعامل معاها ازاي. يعني طبيعي ما تبقاش من ضمن اهدافك انك تبقى دكتور في الجامعه وانت بتبص على المنهج ليله الامتحان. لازم تقف وتشوف هل انت عندك اهداف وبتسعى لتحقيقها، فعلا خدت خطوات تقربك من الاهداف دي، ولا هي مجرد احلام. لازم تتعامل مع نفسك بواقعيه عشان تقدر تصدق نفسك. وبس كده، دي كانت اخر نقطه معانا النهارده في الكتاب، وهي انك انت لازم تراجع خطوات. وانت لو كملت معايا لغايه هنا فانا بحبك وعارف ان طولت عليك من اولها، بس الموضوع ده يمكن يكون اكتر موضوع بيشغل بالنا كلنا، وهو اكيد اهم موضوع ممكن نتكلم عنه في السن ده. فلو وصلت لهنا ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس وتسيب لنا كمان كومنت تقول لنا رايك فيه. ولو تعرف الشخصيه الغنيه اللي كنا بنتكلم عنها تقدر تسيب لنا اسمه في الكومنتات. وبصراحه انصحك بقراءه الكتاب ده اللي هتلاقيه على قناتنا الخاصه بينا.